المرة دي هوجه كلامي بقى لطالب تالتة ثانوي اللي كان مراكم الانجليزي وركنه في التلاجة. واخد بالك انت يا قلبي كده الانجليش عدى منه قد ايه ولا لا؟ بصص على التواريخ كده وشايف احنا خلصنا ايه وعملنا ايه؟ انت مالك عريت وتوترت ليه؟ اصبر عليها ما تقلقش. انا مش جاي اضايقك او ان انا اروش عليك او ان انا اقول لك ان انت مراكم والكلام ده كله. انا جاي اقول لك على المخرج ان شاء الله رب العالمين من الزنقه اللي انت فيها. فشد لي بقى فرامل كده ورزما كده حالك من المراكمه اللي انت عمال تسحل نفسك فيها ديت. ولو ان شاء الله رب العالمين عايز تكون في البرنامج اللي انا هقول لك عليه دلوقتي فهتكتب في الكومنتات تحت هاند بريك. طبعا انت دلوقتي عمال تقول لي هاند بريك ايه يا ابو حميد؟ انا مش فاهم حاجه، انت بتكلمني في ايه؟ انا كل اللي انا فاهمه ان انت عمال تقولي ان انا مراكم وهتخرجني من الزنقه. فنتكلم بقى في الجد ونتكلم في المفيد. انا عامل لك برنامج كده ان شاء الله رب العالمين هو المفروض ان هو ينقذك من الحاجات اللي انت راكمتها. فانت لو كتبت تحت في الكومنتس تحت كتبت هاند بريك اللي احنا اتفقنا عليها كلمه السر بتاعتنا، هتلاقي في حد بيتواصل معاك وبيبعت لك البرنامج اللي هتمشي عليه عشان تظبط اي حاجة انت مراكمها. وان شاء الله رب العالمين انت هتطلع من الجزء ده مذاكر ومراجع وحالل كل الامتحانات الجزئية وبنوك الأسئلة اللي موجودة على المنصة. إن شاء الله رب العالمين هتوصل لنفس المرحلة اللي هم فيها صحابك اللي ما كانوش مراكمين. إزاي دي بقى؟ دي بتاعتي، ما تقلقش سيبها عليا. وان شاء الله رب العالمين الجدول اللي احنا هنبعته لك اللي هتبقى ماشي فيه معانا ان شاء الله رب العالمين هيلم لك كل حاجه وكل حاجه معاك هتبقى مظبوطه على الاخر. اشوفك على خير. سلام.